كريستيانو رونالدو أخد 5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم، وحقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا. عالمي كريستيانو رونالدو. عمرك حسيت إن الدنيا ضدك وإن كل الناس من حواليك بيضحكوا على أحلامك؟ طب تخيل معايا كده إن عيل صغير في جزيرة في البرتغال حلمه إن هو يكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم. الكل من حواليه كان بيشوفه عادي جدا، بس النهاردة اسمه كريستيانو رونالدو. وعلى فكرة ده مش حظ، ده إصرار مفيش حد يقدر يوقفه. كمل معايا الفيديو عشان احكي لك ازاي الطفل الصغير دوت حول كل الصعاب اللي مر بيها لصالح طموحاته واحلامه. اهلا بيكم، انا عبد الله مصطفى. كريستيانو رونالدو اتولد سنة 1985 في جزيرة صغيرة اسمها ماديرا في البرتغال. اتولد في بيئة وحياة بسيطة جدا. عيلته كانت مش أغنى حاجة، بالعكس كانت فقيرة. باباه كان حلاق ومامته كانت خدامة، لكن حلمه كان كبير جدا. كان كبير جدا بالنسبة للظروف اللي هو كان عايش فيها. وده عشان نحط في دماغنا حاجة مهمة قوي، ان النجاح مش بس ان انت يكون عندك موهبة، النجاح كمان تضحية وعقلية صلبة واصرار صعب ان هو يتهدم. كريستيانو من هو عيل صغير كان بيعشق حاجة اسمها كورة، رغم ان كان جسمه ضعيف جدا مقارنة بالاطفال اللي من سنه، وده خلاه يتعرض للسخرية من اصحابه ومن الناس اللي حواليه. لما كبر لحد سن 12 سنة كان كل يوم يتمرن 4 و5 ساعات متواصلة، رغم ان سنه صغير وهو طبعا زي بقية الاطفال في المدرسة. في السن ده قدر ان هو يلتحق بنادي اسمه لشبونة سبورتنج، واضطر ان هو يسافر ويبعد عن اهله. سهره وتضحيته في التمرين خليته يتميز عن كل اللي كانوا بيلعبوا معاه في سنه. وفي حاجة هنا مهمة جدا ناخد بالنا منها، ان مش كل الناس بتبدأ قوية. الاهم من دوت ان انت تفضل مكمل وتشتغل على نفسك اكتر. في تحليل نفسي الخبراء حللوه عن كريستيانو رونالدو، وقال ايه التحليل ده؟ قال ان ثقته بنفسه مش غرور، ده قوة ذهنية بتخليه دايما يقف قدام النقد وبيحولها لطاقة إيجابية تدفعه لقدام. دي كانت أول مرحلة أو مرحلة الطفولة بالنسبة لكريستيانو رونالدو. تعالوا ننتقل دلوقتي على المرحلة التانية في حياته، وهي مرحلة اكتشاف الموهبة وصعوبات هيخش عليها جديدة. التدريب المستمر اللي كان دايما يشقى فيه خلاه ينمي ويكبر ويظهر موهبته بشكل أكبر. في سن 17 سنة كان أصغر لاعب يطلع للفريق الأول في نادي لشبونة سبورتنج البرتغالي. وإحصائية سريعة كده لأول موسم لعب فيه مع الفريق الأول، ان هو من 8 مباريات سجل 5 تجوان، رغم ان سنه صغير ومنافسه من اللاعبين اللي اكبر منه في نفس الفريق. في الفتره دي اتعرض لاصابات كتيره قوي، وناس كتيره جدا من حواليه كانت دايما بتنتقده، ولكنه كان بيقف مع نفسه ويعيد من البدايه تاني ويجي على نفسه ويفضل يتمرن ويطور من نفسه. ممكن ناخد من الفتره دي حاجه تنفعنا، ان الاصرار مش بس في اللعب، كمان في انك تتغلب على التحديات والفشل اللي ممكن تقع فيه. طب ايه التحليل النفسي في المرحله دي؟ كريستيانو رونالدو عنده قناعه داخليه وهي اللي بتميزه عن اي حد، ان الفشل اللي بيقع فيه بيعتبره درس لتطوير نفسه وذاته مش عائق، وده سر قوته العقليه. خلصنا المرحله دي، خلينا نخش على المرحله اللي لمع فيها كريستيانو رونالدو، وهي الرحله الاوروبيه. في سنه 2003 كريستيانو اتنقل لمانشستر يونايتد. بدايته في الاول كانت صعبه على عكس المتوقع. في الموسم الاول ناس كتيره جدا شككوا في امكانيات اللاعب الصغير ده، لكنه باصراره وبشخصيته وعقليته فضل مصمم ومصر على ان هو لازم يبني نفسه بنفسه. بعد اصراره وجهده وتعبه في التمرينات وعقليته اللي احنا لسه متكلمين عليها، قدر ان هو في اول مرحله مع مانشستر يونايتد يوصل ان هو يحقق 3 من دوري الانجليزي الممتاز. ومش بس كده، ده كمان حصل على كأس الاتحاد الانجليزي، لدرجه ان هو سجل مع مانشستر يونايتد في موسم واحد 42 هدف. والارقام اللي هو بيحققها ديت ده دليل على اجتهاده وشغفه بالحاجه اللي هو بيعملها. كل هدف بيحققه في مسيرته كان اكيد نتيجه لشهور من الضغط والانضباط. كريستيانو معروف عنه ان هو بيصحى قبل اي حد ويتدرب ساعات اطول من اي حد بيتدرب فيها. وتحليل نفسي كمان هنفهمه عن شخصيته، ان شخصيته بتجمع بين الطموح والتفوق الذاتي، وده اللي بيخليه دايما يرجع اقوى بعد كل انتكاسه. نيجي بقى لاهم مرحله، وهو صعود كريستيانو رونالدو للعالميه. انتقال كريستيانو رونالدو لريال مدريد كان نقطه تحول كبيره جدا، وتحس ان هو كان مصدق عشان يكسر كل الارقام القياسيه، اهداف، بطولات، جوائز. الاحصائيه هنا بتقول ان كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد اكتر من 450 هدف في 438 مباراه. لما تيجي تبص لها كده تقريبا هدف لكل مباراه. عالمي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو اخد 5 كرات ذهبيه كافضل لاعب في العالم، وحقق
4 ألقاب دوري أبطال أوروبا. على الرغم إن ده كله ما جاش معاه بسهولة، ده إصابات وتمرينات زيادة وكل ده في ضغوطات، وفي الآخر حقق اللي انتوا بتسمعوه ده. لوحده سجل 100 هدف مع ريال مدريد في 4 سنين بس. طب احنا ممكن نستفيد ايه من اللي احنا بنسمعه ده وكل الناس عارفة الكلام ده؟ كريستيانو رونالدو مش بس موهبة، ده عقلية بطل، وكان عنده حاجة مهمة جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها، وهو الإصرار والانضباط، وده كان سر نجاحه. خلينا نحللها بتحليل نفسي كده ونفهم ده ايه. كريستيانو رونالدو قوته العقلية بتخليه يسيطر على الضغط، بتخليه يقدر يطلع افضل اداء في اهم اللحظات. كريستيانو رونالدو ناس كتيرة جدا اتكلمت عليه وقالوا عنه اكتر ما انا قلت لك، واكيد تعرف عنه اكتر ما انا هضيف لك، بس انا بكلمك بالمحتوى بتاعي عشان اخد من قصة بطل زي دوت دروس تلهمني وتلهمك، يمكن نوصل منها لنقط تخلينا افضل ونوصل لابعد مما نتخيل. اول درس ان الاصرار اهم من الظروف، والانضباط دايما سر للنجاح، وان الشغف ممكن يحول اي موهبة صغيرة لأسطورة. كمان التضحية بالراحة النهاردة هتوصلك بكرة لمستقبل افضل. كل عقبة او مشكلة بتقع فيها تقدر انك تحولها جواك لدافع اكبر. كريستيانو رونالدو بيتدرب في اليوم اكتر من 4 أو 5 ساعات، وده ما كانش طبيعي بالنسبة لأي لاعب تاني، فمعنى كده ان هو بذل مجهود اكبر عن اي حد غيره. وده يخلينا نلتفت لحاجة مهمة، ان نشوف سنه دلوقتي قد ايه كان سر مستواه الثابت على مدار اكتر من 20 سنة في الملاعب. على فكرة كريستيانو رونالدو شغفه وقوة شخصيته واللي وصله ده مش بس عشان بيلعب كورة او انه موهوب. كريستيانو رونالدو ايقونة في صفاته الشخصية، عشان عنده قدرة عقلية على التحفيز الذاتي ومواجهة النقد والضغط المستمر. كريستيانو رونالدو مش بس لاعب كورة، ده رمز للإصرار والنجاح. الخلاصة يا صديقي، لو انت عندك حلم وفي شغف جواك انك تحقق حاجة، الظروف عمرها ما هتمنعك انك توصل للحلم ده. طيب لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله، وما تنساش تشاركه مع اصحابك لو شايف ان في حد محتاج يعرف يعني ايه اصرار. سلام.